أحد رخصها والله العظيم. هذه فتاة ذكرها الله في القرآن، كان شغلها الشاغل أن يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. لما رضي الله عنها أرضاها بأحب رجل في الدنيا، لكن المشكلة ما كان في نفس البلد، كان في بلد أخرى، وأثابها الله سبحانه وتعالى. ما خلاهم هم ينقلون له، خلى الرجل هذا أحسن واحد عند الله عز وجل في ذاك الزمان وأحب رجل عند الله في ذاك الزمان، يأتي لين عندها. من يذكر في أي صورة يا جماعة؟ في جوائز عندكم؟ أي صورة يا شيخ؟ ها؟ القصص. تفضل يا شيخ، بارك الله فيك، هدية لك. تأخذ الحين ولا في نهاية المحاضرة؟ في صورة القصص فتاة كان شغلها الشاغل ليس البحث عن أي واحد، كان شغلها الشاغل أن يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. لما رضي الله سبحانه وتعالى كفاها هم البحث وهم إطالة الانشغال بهالأمر ومن يجيني. جاب لها الله سبحانه وتعالى موسى. إيش عندها؟ كان عندها الحياء. قال الله عز وجل واصفا لها، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. مستحيل نسقي. ليه؟ حتى يصدر الرعاء، لين يذهبون الشباب هؤلاء والرجال، ونحن مستحيل ما ترضى علينا أنفسنا ولا نرضى أن يرانا الله عز وجل مخالطين الشباب. ما دام لا يرضى نحن لا نرضى ونبحث عن رضاه. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب إيش نطلعكم عن مع الشباب ما دامكم؟ قالوا وأبونا شيخ كبير، يعني لو كان يقدر يطلع ما طلعنا. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أغلى ما تملك المرأة المؤمنة الحياء. بدون حياء ما تسوي شيء، لا عند الله ولا عند خلقه. تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوفوا الكلام، ما في لا والله الله يعافيكم ما قصرت، عفوا والله الأخ مرتبط ولا فاضي، ما في يا جماعة. قضية نفس عديدة، ما عندها هالقضايا، ما عندها والله اني اقعد ادور عن واحد. انا عندي رب ارضيه سبحانه وتعالى فيرضيني مباشرة. يا ابتي استأجره. ما قالت والله يبا خليني بروح اسأل اول هل هو يعني عنده استعداد ولا ما عنده. لا، كلامك مع والدي ليس معي. هذا يا جماعة الله إذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله، إذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحبه. فالله يحب هذه الفتاة، ذكرها في كتابه وأثنى عليها. لأجل هذا حبيبي الغالي ليش ما جو سنتين؟ سؤال صريح، ليش هم يعني هن كل سنتين؟ ليه جت قال جاءته إحداهما؟ في جائزة السؤال يا شباب، تفضل شيخ. ها؟ الله أكبر. الموضوع الأول يحتاج سنتين، لأن في غنم تروح من هنا وغنم تروح من هنا، صح؟ تذودان. الموضوع الثاني رسالة تبلغ، قالت الثانية اعذريني روح أنت. أنا أي أمر أحاول أني أنا أطبق وأخرنا في بيوتهن، لأن السعادة في قلبي، وربي إذا رآني أرضي سيرضيني. والله ما هو الأماكن اللي تغير فيني. لأجل هذا شوف الناس يروحون كل يوم رايح المكان، والله ما طفشنا من هالمكان. طفشنا لأن القضية هنا الطفش داخل، الطفش ما هو خارج، الطفش ما هو بالمكان، والله الطفش يا جماعة هنا. تفضل شيخ خذ جائزتك. فماذا أعطاها الله سبحانه وتعالى؟ اختار لها موسى عليه السلام الذي قال الله عنه وأنا اخترتك. قال الله عنه واصطنعتك لنفسي. قال الله سبحانه وتعالى عنه وألقيت عليك محبة مني. فإذا نفهم من القضايا هذه كلها أن بدل ما أقعد أشتغل بتعبئة الأشياء اللي أبغاها وتقعد كل أمر يقعد يحرق فيني لين أموت، أنا وظيفتي الوحيدة أني أطيع الله سبحانه وأتبع أمر الله، وكل أمر أقدم فيها الله سبحانه وتعالى أقسم بالله إن الله أعز وأعظم من أن يضيع لك خطوة.